اتحدى اي حد يعمل الحواوشي زيي. النهارده هتعملي الحواوشي في البيت بكميه كبيره من نص كيلو لحمه، هتاكلي اكتر من 7 افراد، يعني ما شاء الله اسره كامله. طعم مقرمش من بره وطري من جوه، جوسي ولوسي، والخلطه محدش هيقول لك على اسرارها غيري. نسمي الله ونصلي على الحبيب. لايك وكومنت واشتراك، واوعي تنسي تشارك الفيديو ده مع حبايبك واصحابك اللي بتحبيهم، علشان الفايده تعم على الجميع. واللي نفسه ياكل حواوشي وبيقرف يجيبه من بره، هتعمليه في البيت وهتضمني انت حاطه فيه ايه. معايا 5 قرون من الفلفل، ومعايا 3 قرون تقريبا من الشطه. انا جبت قرن كمان على فكره، قطعتهم. ومعايا فيهم قرن احمر، اللي في النص ده احمر، دي مش طماطم. اللي في ايدي دي بقى دي طماطمايه، قطعتها 4 تربع ونزلت العصاره او اللبابه اللي جوه في الحوض، مش عايزاها، مش لازماني خالص، هتطري لي العيش. وبعد كده معايا نص كيلو بصل متقشر، نص كيلو اللحمه ياخد نص كيلو بصل. وعلي 3 4 قرون من الفلفل اللي هم الوسط، او 3 كبار، او 5 صغيرين زي ما انا حاطه. وكام قرن من الشطه السبايسي برضو صغيرين، بس كده. وطماطمايه مش اكتر من كده. بعد كده هتمسكي البصل والطماطم والفلفل والشطه تفرميهم. نص كيلو اللحمه بياخد ايه يا حلوه؟ نص كيلو بصل، مش هتحسي ان انت حاطه بصل اصلا. وحالا هنضيع كل النفخه اللي هتيجي من البصل، وهقول لك ازاي. بعد كده هتحطي نص كيلو لحمه مفرومه على الخليط الجميل اللي انت قطعتيه في الكبه ده. معايا بقى معلقه ملح، ومعايا نص معلقه فلفل اسود، ومعلقه كمون مليانه هرميه عشان الغازات والحاجات اللي تطلع من البصل، ونص معلقه قرفه. واللي انا بحطه ده ربع معلقه حبهان مطحون بودر. بحط بهارات تانية. بعد كده عشان طبعا البصل والفلفل والحاجات والخضار بينزل ميه، نزلت ال3 معالق كبار من الدقيق يشربوا معايا كل الحاجات اللي هتنزل منها. وبعد كده نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وحطيت معلقتين 3 من الخل وعصره ليمونه صغيره، او نص ليمونه تكون ايه لو كبيره. الليمون والخل حطيهم وادعي لي. الليمون والخل بيخلي ريحه الحواوشي، بصي هتلاقي الريحه كده مفحفحه، والناس تقول لك ايه اللي انت عاملاه ده، وكله هيطلب منك الطريقه. بعد كده هنبدا نعجن. ونسيت حاجه مهمه جدا، ان افرم حته دهن، لازم حته دهن، او تحطي معلقه سمنه كبيره من اللي هو الدهن اللي احنا عاملينه. فاكرين الدهن اللي احنا عاملينه؟ حطي معلقه كبيره كده منه، او معلقه سمنه بلدي زي ما انت عايزه. المهم تخلي لي العجينه من جوه جوسي ولوسي. عجنت بقى البصل والفلفل والطماطم واللحمه والبهارات والخل والليمون. بصوا الريحه رهيبه رهيبه والله. حطيت بقى ربع كوبايه كده من الزيت، عشان كده ما احتاجش ان انا ادهن رغيف الحواوشي من جوه، او رغيف العيش من جوه. وبعد كده هركنهم في التلاجة لغايه ما سي عمر بيه ابني ينزل يجيب لي عيش من عند المخبز. لان انا كنت عايزه اعمله بالعيش الاسمر، بس العيش الاسمر صراحه ما ينفعش يتحشي بعد ما يستوي، المفروض يتحشي قبل ما يستوي، عشان هو ما بعد ما بيستوي بيبقى ليه قوام كده غير قوام العيش البلدي. الفيديو اللي انا نزلته قبل الفيديو ده اللي هو فيديو العيش بالرده، او العيش اللي هو ايه بالحبه الكامله. المهم بقى ادي العجينه طلعتها، وجبنا العيش الحمد لله وصل بالسلامه. معانا طبق حطينا فيه شويه من الزيت، ومعانا طبق هنحط فيه العيش بعد ما نحشيه، وطبق هنحشي فيه العيش. مسكت بقى الرغيف كده بفتحه من الجنب من غير ما اقص ومن غير حاجه، عشان ما اهدرش في اللقمه حرام. هي كده كده ما بتتحمص بتتاكل، بتبقى طعمها حلو قوي. بعد كده تمسكي حته كوره كده على قد ما انت عايزه بقى. انا من الناس اللي بحب الرغيف ما يكونش متروس لحمه، احبه كده اللحمه خفيفه كده فيه، ما تكونش انها تخينه، فاهمني؟ في ناس تحب اللحمه تخينه، تمام. ما شاء الله الكميه دي عملت معايا نص كيلو لحمه، عمل معايا 10 ترغفه، 10 كاملين. ممكن يعملوا اكتر من 10، بس انا كمان يعتبر مليت اللحمه كده. العيال بيحبوها خفيفه، بس انا النهارده قلت ايه يا بنت زودي كده وظبطيهم. المهم بقى عملت معايا 10 ترغفه ما شاء الله، زي ما انت شايفه كده بالشكل ده. بدهنه زيت من ورا ومن قدام. ودي كميه العيش اللي عملت معايا ما شاء الله. شويه العيش دول على فكره ب 25 جنيه والله. ودول رغيفين كانوا عندي في الفريزر، فحبيت اقول لكم ان انت بتفرزيه وبتطلعيه هتسويه زي ما هقول لك حالا بالظبط. ده الجديد، وده اللي كان متفرز. اللي متفرز بتسخني الفرن قوي على درجه حراره عاليه، لو فرن البوتاجاز تحطوهم على الصاجه اللي تحت، ويكون الفرن سابق التسخين والصينيه كمان سخنه. وبعد كده تنزلي بالحواوشي المتفرز المتلج وهو متلج، ما تستنيش يفك عشان العيش ما يطرش منك ويتقطع. وبعد كده بتحطيه زي ما انا حاطه كده. وطبعا الجديد حطه بنفس الطريقه. المهم الصينيه بتاعتك تكون سخنه والفرن سخن، عشان اول ما الحواوشي يدخل ما ينزلش ميه والعيش ما يطراش. لازم أن ياخد صدمه على طول كده. اي لحوم في الدنيا عايزه الفرن بتاعها سخن. بعد كده هقلب فيه يمين وشمال وشمال ويمين لغايه ما ياخد اللون اللي انا هوريهولك حالا. شايفين؟ بقلب كده، والحته اللي تفضى بحط فيها واحد تاني. تمام يا حلوين، تمام. دول طبعا المتفرزين اللي هم واخدين اللون الجميل ده، والباقي ده كله اللي انا لسه عاملاه معاكم حالا. حمرت بطاطس وطلعت زيتون مخلل، او تجيبي مخلل من عند السوبر ماركت. واحلى عايزه تعملي طحينه اعملي، بس انا صراحه ما مش من عشاق الطحينه قوي، فتلاقوني ما عاملاش الا في اكلات ايه محدوده. ده شايفين العيش مقرمش ازاي وبتكسر؟ ما شاء الله عليه، سامعين؟
سامعين الجمال؟ سامعين. بصوا الشكل من جوه عامل ازاي، قطع الطماطم الصغنونه مع قرن الفلفل الاحمر اللي احنا حاطينه مدين شكل حلو قوي قوي من جوه. شايفين العيش بيتكسر ازاي؟ معنى كده ان الحواوشي بتاعنا ناجح، مش طري، مش منزل ميه، ما شاء الله اللحمه مستويه. عايزه اقول لك هتشم ريحه حلوه قوي. المهم البهارات بتاعتك ملح، فلفل اسود، كمون، حبهان وقرفه بس. اسيبكم في رعايه الله، شاركوا الفيديو مع اصحابكم، سلام عليكم.